حضرة شرفتنا يا 300 مرحبا، شرفتمونا وشرفتنا يا سيادة النائب في وسط بلدك واخواتك. يسعى دائما على قضاء حوائج الناس وأبنائه المغتربين، يتعامل مع كل من لجأ إليه على أنه أخ وصديق وليس علاقة بين نائب ومواطن. فإنني أحمل له رسالة شكر وتقدير واعتزاز وامتنان نيابة عن أصدقائي المغتربين بالمملكة العربية السعودية بمنطقة جدة لما يبذله في السعي على قضاء حوائج الناس. لازم كلنا نطلع الانتخابات ولازم ندي صوتنا لرقم 2 رمز الصقر في الانتخابات. نحن نبايع جميعا باسم اهالي وعزب وتوابع كفر حافظ ومجلس ثروة ويحر سيادة اللواء ثروت سويلم. ثروت سويلم هو اللي بيخلق محمد كلها في مجلس الشعب، واحنا بنشكره وبنقول له ان شاء الله احنا معاك وعايزين نجاح. لا ده احنا عايزين نجاح نشرف باكبر كميه اصوات لان هو يستاهل اكتر من كده. اخ مستشار بيسالني بيقول لي انت لو هتوصف اللي هو ثروت سويلم هتقول له ايه في كلمه واحده مش عايز كلمتين. قلت له انسان بس، اللي هو ثروت انسان، اللي هو بدرجه انسان مش اكتر من كده. مفيش حد بيلجأ له الا ما بيكون بالنسبه لي اخ او صديق ويعمل ما في وسعه. كلنا بنأيد ثروت سويلم، كلنا ورا ثروت سويلم. ظهر كبيره حب وتأييد سياده اللواء من اهل كفر حافظ، اهل مدينه محمد. كلهم ايه النهارده؟ بقول هم على دماغي من فوق، وانا ربنا يقدرني ارد جميلهم عليا، ربنا يقدرني ارد جميلهم عليا. الشرقية في القلب. العمدة صبري الطحاوي منور الدنيا كلها في مؤتمر اللواء ثروت سويلم. ربنا يبارك فيك ويخليك. تسلمي. بمناسبة بقى مؤتمر اللواء ثروت سويلم، حضرتك حابب تقول ايه بمناسبة المؤتمر؟ أنا حابب أقول نشكر رئيس الجمهورية على العرس الانتخابي النزيه الجميل، ومدينة أبو حماد لما يبقى فيها 25 عضو مرشح يعني ده بيدل على التنافس، وكلهم ناس محترمين وكلهم لهم فرصة جميلة إن شاء الله رب العالمين. أما بالنسبة للواء ثروت فده شاب موجود معانا من دورتين قبل كده، راجل محترم من عيلة كبيرة، من يعني محبوب، فاحنا مع ان شاء الله ككفر حافظ. معنا دلوقتي الشيخ رشاد صالح كبير عيله العسايسه وشيخ البلد. كاميرا ابو كبير ميديا ترحب بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مرحبا بيك. تقول ايه بقى بمناسبه المؤتمر بتاعنا؟ بقول لسياده اللواء الدكتور ثروت سويلم، الشيخ رشاد ابو صالح، شيخ كفر حافظ كبير عائله العسايسه، يرحب بيك في وسط بلدك الثانيه وفي وسط اهلك واخوانك، وربنا يوفقك ويقويك ويعينك على اللي انت فيه. ثروت سويلم اتنشأ في بيت ابوه عمده، فاتنشأ في بيت خدمي بحل مشاكل الناس. من هو صغير طلع ليه ابوه بيخدم الناس وبيحل مشاكل الناس، فاتنشأ على هذا القدر. الراجل ده راجل فاتح بيته 24 ساعه. بسم الله ما شاء الله، يعتبر عرس لكفر حافظ كلها. جميع عائلات كفر حافظ دلوقتي انا حاسس ان هم مجتمعين على قلب رجل واحد. احنا طبعا بندعمه، وطبعا ان شاء الله واقفين جنبه، وان شاء الله هو طبعا هو رقم 1 بالنسبه لي، وهو رقم 2 في القايمه، رقم 2 رقم الصقر. بنرحب بسياده اللواء الدكتور ثروت، راجل محترم وهو وضيوفه على راسنا من فوق.